السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الحقيقة كالنور لا تخفى، هذا الشبل من ذاك الأسد. جينات الموهوبين معدن لا يصدأ في وطننا. أبيجان أعادتنا سنوات إلى الوراء لتتحفنا بموهبة سفيان كيد، شبيه مصطفى حجي الذي رأى النور في حضرة دورة الألعاب الفرنكوفونية. مصطفى حجي لاعب كبير وبصم على مساق وهو جيد، وأتمنى أن أسير على دربه، وأنا سعيد بذلك لكونه لاعب كأسي للعالم. J'ai été contacté par l'équipe nationale du Maroc grâce à Younes Chahine, il y a 2 ans et demi d'ici. Il était déjà venu me voir à plusieurs matchs et voilà, il a pensé que j'avais le potentiel pour pouvoir aller en équipe nationale. لعبت العديد من المباريات الجيدة وانتظرت دعوة اللعب للمنتخب الوطني منذ مدة، وتحقق ذلك منذ شهر مايس الماضي، وخضت أول مباراة أمام المنتخب الغامبي. ذوو القدرات العالية يتطلعون دائما إلى الأفضل. موهبة كيين تدل فورا على عبقرية تحتاج إلى مناخ يحفظ مقامها في أفق رؤيته يوما ما نجما بقميص الأسود. Alhamdulillah, c'était un goal qui a porté l'équipe jusqu'au penalty. وصلنا بالفريق إلى ضربات الترجيح وأنا فخور بهذا، وجد سعيد خاصة بتوقيعي للهدف تحت أعين الجماهير الحاضرة وسفير المملكة، وهو الهدف الذي أهدي إلى صاحب الجلالة بمناسبة عيد العشر المجيد، وأنا فخور بتوقيعي للهدف أمام الكوت ديفوار المنتخب المنظم. Voilà, je suis très fier de pouvoir marquer ce goal en finale face à la Côte d'Ivoire, pays organisateur. أشكر كل الجماهير وكل المغاربة أبناء بلدي وشعبي على تشجيعهم لنا في الألعاب الفرنكوفونية، وبفضلهم فزنا بالميدالية الذهبية للألعاب الفرنكوفونية. كما أشكر القناة الرياضية على هذا الحوار، وإلى الملتقى. pour cette interview et j'espère revenir bientôt.